المهم الواحد يخطئ أحيانا، ولكن الأكبر من الخطأ هو المكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ، والصح هو الاعتذار. وهذا اللي صار من أخونا سعود القحطاني اليوم مع تولاي الزهراني. نشوف اعتذار سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اوه طلع صوتك هنا، معليش. الو. أيوة هلا سعود. طلع صوتك هنا في المسجل في البلاتو، تدرين اسولف من اليوم والمسجل ما هو بذا. وش اخبارك يا تولا؟ الحمد لله تمام. كلش تمام. كله تمام. عساس بخير. بخير الله يسلمك. تولا. تولاي الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. تولاي. بسم الله الرحمن الرحيم يا تولاي. في قسط كان بيني وبينس. طبعا انا والله ما تأكدت من هي انت. واضح؟ ما تأكدت من هي انت بالذات. ويطلعون معي ناس من كثير يطلعون معي، فأخطيت في حقز. من دون قصد، من دون قصد أنا أخطيت في حقز. يعني ما كنت أدري هو أنت ولا ما هو أنت، ولا عرفتي بنفس كامل الجملة. أنت قلت أنا اللي شفتك كذا. واضح؟ واضح الكلام؟ فقدام العالم وقدام الناس جيت حتى خاص وكتبت له الكلام هذا واعتذرت، وجيت الحين قدام العالم واعتذرت. فنتمنى أن تقبلين هذا العذر من أخوك الكبير سعود. فبنادم هم معصوم من الخطأ. عشان أبين لك أنا ما عرفتك من هي أنت، أبين لك. واضح؟ لسبب واحد، إني ما أبغى أحد يشيل في خاطر علي بشيء أو يفهمني بشيء، أو يعني يفهمني غلط. أنا كذا ولا كذا، حتى شفت السجيري ضفتك للأمانة، لأني أبي ألعب معك فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفو انك اعترفت بخطاك واعتذرت، والاعتذار من شيم الرجال وصفة حضارية وعظيمة وإنسانية ويجبر الخواطر. وشوفوا ردة فعل الإنسانة الراقية الكريمة أختنا تولاي الزهراني.